لو عايز تحافظ على بطارية موبايلك أطول فترة ممكنة فلازم تعمل الكام حاجة اللي هقولك عليهم دلوقتي. أول حاجة لازم تشحن الموبايل بتاعك بالشاحن الأصلي بتاعه، وطبعا أغلب الشركات دلوقتي ما بتحط الشاحن جوه العلبة، فحاول تشتري شاحن يكون أصلي حتى لو الوات بتاعه أعلى من الوات بتاع الموبايل زي يو جرين أو أنكر. تاني حاجة لازم تشيل الموبايل بتاعك من الجراب وأنت بتشحنه، لأنه هيسخن الموبايل خلال عملية الشحن وبالتالي هيوقف الشحن بتاعه. كل ما الموبايل كان سخن كل ما عملية الشحن وقفت مهما أنت كنت حاطه على الشاحن، فلازم تشيله من الجراب. تالت حاجة حاول تشحن الموبايل بتاعك على المكتب او على حاجه خشب، ما تحطوش على السرير، ما تحطوش على المخده، ما تحطوش على اي حاجه قطن او قماش او صوف، لان الحاجات دي هتخلي الموبايل يسخن بشكل كبير وده هيبطئ من عمليه الشحن. رابع حاجة حاول ما تخليش الموبايل بتاعك يوصل ل 100%، دايما خليه تحت كده 95%، 85%، 90%، وهكذا. ما تخليش الموبايل يوصل ل 100%، او لو مصمم قوي خليها مرة في الاسبوع، لان كده انت بتحسب عليك دورات شحن زيادة وبالتالي العمر الافتراضي بتاع البطارية بيقل. خامس حاجة لو لاحظت فالموبايل بيشحن اسرع وانت قافله، فده معناه انك لازم تقفل كل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه علشان الموبايل يشحن بشكل اسرع من غير ما تحتاج ان انت تقفله. سادس حاجه ما تلعبش في الموبايل وهو على الشاحن، سيب الموبايل في حاله واعمل حاجه تانية لحد ما يخلص شحن. سابع حاجه شغل دايما وضع توفير الطاقه، ده هيقلل لك من جوده الشاشه ومن السطوع ومن اداء المعالج، وده هيخلي البطاريه تقعد فتره اطول. تامن حاجه اتاكد ان انت مش منزل اي تطبيق من مصدر مش معروف، لانك ممكن تكون منزل تطبيقات دايما شغاله في الخلفيه، وفي تطبيقات منهم ممكن تكون هاكر مشغله الكاميرا بتاعتك ومشغله المايك، وتفضل دايما تستهلك في البطاريه بتاعه الموبايل بتاعك. تمام كده؟